عشان كل حكايه ليها سر، تعالى اقول لكم سر حكايه الست المطلقه اللي كانت عايشه على اعانه بطاله من الحكومه وبقت واحده من اغنى الادباء على مستوى العالم، وعايشه في قلعه اسكتلنديه فخمه جدا اتبنت في القرن ال19. الست دي هي جي كي رولينج، مؤلفه سلسله هاري بوتر، القصص اللي كلها اثاره وتشويق، لكن محدش يعرف ان ورا الحكايات دي كلها مأساة كبيره للمؤلفه. يلا نسمي الله وندخل نشوف سر حياه جي كي رولينج. اسمها الاصلي جوان رولينج، وبعد شويه هنعرف جه منين جي كي رولينج ده. اتولدت في 31 يوليو سنه 1965 في انجلترا في اسره متوسطه الحال، وقضت طفولتها تقرا قصص خياليه وتربي ارانب، لدرجه ان من كتر حبها فيهم اول قصه كتبتها وهي عندها 5 أو 6 سنين كانت عن ارنب، وكانت بتقعد تحكيها لاختها الصغيره. كبرت جوان ودخلت المدرسه، وطول فتره الدراسه معروف عنها انها بليده جدا وما بتركزش في دروسها نهائي عشان مهووسه بالقصص الخياليه. وتخلص مدرسه وتدخل الجامعه، مش نكبر بقى ونعقل ونتشطر، لا مفيش حاجه بتتغير وبنفضل بلده زي ما احنا. بس الحاجه الوحيده اللي كانت بتتغير فعلا وبتزيد هي حبها لقرايه القصص الخياليه، على حبه محاولات انها تالف قصص سريعه كده، بس القصص دي مصيرها كانت ضرب. المهم في سنه 1982 قدمت على امتحان في جامعه اوكسفورد وما اتقبلتش، ما انا قلت لكم انها بليده، فدخلت جامعه اكستر وخدت ليسانس لغه فرنسيه، واتخرجت من الجامعه سنه 1986 وسافرت فرنسا وعاشت هناك فتره بسيطه، وبعدها راحت لندن وهناك اشتغلت سكرتيره، بس مش اي سكرتيره، دي سكرتيره في منظمه العفو الدوليه، وده بسبب شطارتها في الانجليزي والفرنساوي. هي بليده لكن قرايه القصص خلتها تتقن نطق الانجليزي والفرنساوي، ده غير ان اسلوبها في الكتابه كان رائع. ركزوا معايا بقى في اللي جاي عشان هقول لكم قصه هاري بوتر جت منين. رولين بتحكي وبتقول ان في مره القطر اللي هي بتركبه من مانشستر للندن اتاخر 4 ساعات، فجه في بالها فكره انها تالف قصه عن مغامرات خياليه لطفل صغير عايش في عالم سحري، وبدات تشتغل على الروايه دي والكتابه فيها من غير ما تقف، والكلام ده كان سنه 1990. وبعد كده قالت عن فكره هاري بوتر على موقعها انها عمرها ما اتحمست لفكره بالشكل ده، والمشكله انه وهي في القطر ما كانش معاها قلم تكتب بيه، واتكسفت تستلف قلم من حد، وده خلاها تفكر وتتخيل طول ال4 ساعات اللي اتأخر فيهم القطر. وأول ما وصلت شقتها بدأت تكتب على طول، وبعد شوية جوان قررت تسافر البرتغال. طب ليه يا ست الكل، ما البلد دي أحسن من غيرها. أتاريها شافت إعلان في جورنال ذا جارديان طالبين مدرسين إنجليزي، وهي لبلب في اللغة، فقالت تسافر تشتغل هناك وما كدبتش خبر، وهوب تتعرف على قدرها الأسود الصحفي التلفزيوني خورخي أرانتس، ويا رب أكون بنطقه صح، عشان يتجوزوا في 16 أكتوبر سنة 1992 وتخلف بنتها الأولى جيسيكا في 27 يوليو 1993. وهي خلفت من هنا، والمشاكل والخلافات مع جوزها بدأت من هنا، واتطلقت في 17 نوفمبر سنة 1993، يعني بعد 13 شهر جواز. ما شاء الله خلصت أوام. وقتها اتقال إن رولينج عانت من العنف الأسري في جوازها، وفي حوار مع جريدة ذا ديلي اكسبريس جوزها طلع وقال إنه بهدلها وضربها وطردها بره البيت، لدرجة إنها لجأت للسفارة البريطانية تطلب الحماية وإنها ترجع بريطانيا. ما شاء الله الشرشحة زي عندنا بالظبط، ما هي الحاجات دي ما فيهاش أجنبي ومش أجنبي. وفعلا رجعت بريطانيا ومعاها بنتها و3 فصول من هاري بوتر. احنا الستات والله ملناش حل ومحدش يقدر علينا. كان نفسي اقول لكم ان الحياه هتحلو كده، لكن بعد رجوعها بايام قليله اتوفت امها في شهر ديسمبر في نفس السنه، بعد 10 سنين كانت بتعاني فيهم من مرض التصلب المتعدد. وخليكم فاكرين اسم المرض ده كويس عشان جوان هيبقى ليها دور كبير فيه بعد كده لما تغتني. موت امها خلاها تدخل في نوبه اكتئاب شديده لدرجه انها فكرت في الانتحار، واللي وقفت جنبها في الوقت ده اختها، فراحت اسكتلندا عشان تقعد عندها، وطبعا معاها بنتها وال3 فصول اياهم بتوع هاري بوتر. بدات جوان ما تلاقيش حاجه تخرجها من حزنها على امها غير الكتابه، فرجعت تكتب كتير جدا، بس كانت بترمي اللي بتكتبه يا في درج المكتب يا في الزباله اللي ايدها تجيبه يعني. وهوب ينط لها طليقها ويبدا يطاردها، قال ايه بيدور على بنته، ما هي المشرحه ناقصه قتله بقى. وقتها جوان
جوان حست ان الدنيا اسودت في وشها وراحت عملت له محضر بعدم التعرض ليها ولبنتها. بعدها طليقها خد ديله في اسنانه ورجع جري على البرتغال. بس في نفس الوقت ده جوان كانت خلصت كتابة مسودة هاري بوتر وحجر الفلاسفة على آلتها الكاتبة القديمة، وما كانتش بتضيع وقت خالص، لدرجة انها كانت بتكتب في البيت، في الكافيه، في اي مكان تقدر تنيم فيه بنتها، تقعد تكتب وما بترحمش نفسها. وقتها كان بقى عندها 30 سنة، تخيلوا 30 سنة ومطلقة ومعاها بنتها وما عندهاش وظيفة وعايشة على نفقة الحكومة وبتاخد إعانة بطاطا. المهم جوان خدت نفسها والرواية وطلعت على دار نشر عشان تنشرها لها. الحياة تحلو بقى، لكن لا برضه جوان اتفاجئت بالرفض في وشها ومن غير تفكير. 12 دار نشر يا مؤمن كلهم يقولوا على الرواية انها طويلة وسخيفة ومملة ومحدش هيقراها. وفي وسط الرحلة الصعبة دي جوان تروح لدار نشر صغيرة اسمها بلومسبري، وفجأة الدار دي توافق على نشر الرواية، بس مش عن اقتناع ولا حاجة، ولا عشان شافوا ان الرواية هايلة ومفيش منها. كل الحكاية ان بنت صاحب الدار اللي عندها 8 سنين قرت القصة وعجبتها جدا، ومش بس كده، دي طلبت من ابوها الجزء الثاني كمان، وفضلت تزن عليه انه ينشرها لحد ما وافق على مضض، بس بشرط. فاكرين لما قلتلكوا ان اسم جي كي ده مش اسمها الحقيقي؟ اهو هو ده الشرط اللي شرطوا عليها صاحب الدار. طلب منها تختصر اسمها بحجة ان القراء بيكرهوا يقروا كتب الاطفال اللي بتكتبها واحدة ست. فوافقت جوان عشان امورها تمشي وروايتها تتنشر، وفعلا اتنشرت الرواية باسم جي كي رولينج. هتقولوا لي بقى حرف الكي اللي هو تاني حرف في اسمها ده جه منين؟ هقول لكم ان هو اول حرف من حروف اسم جدتها اللي كان اسمها كاثلين. ويتنشر الجزء الاول من رواية هاري بوتر تحت عنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة سنة 1997. والرواية اللي اتقال عنها انها سخيفة ومملة يتنشر منها 1000 نسخة مقابل اجر بسيط ما يكملش 1500 جنيه استرليني تاخدهم جوان. عايزة اقول لكم ان تمن النسخ دي النهاردة من 16 ل 25 الف جنيه استرليني. المهم ان بعد شوية جوان صرفت 8000 جنيه استرليني كمنحة من مجلس الفنون الاسكتلندي عشان تقدر تكمل كتابة. وبعد 5 شهور تفوز الرواية بجائزة نيسلاس مارتيز وجائزة كتاب العام المرموقة للكتب البريطانية. وفي اوائل 1998 اتعمل مزاد علني في الولايات المتحدة الامريكية للي ياخد حقوق نشر الرواية، وفازت شركة سكولاستيك مقابل 105 الف جنيه استرليني. وساعتها رولينج قالت انها هتموت من الفرحة من الخبر ده. وبعدها السبحة كرت واتنشر الجزء الثاني والجزء الثالث اللي فازوا برضو بنفس الجائزة، جائزة سمارتيز. وده خلى رولينج اول شخصية تفوز بالجائزة دي 3 مرات ورا بعض. واتنشر الجزء الرابع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في نفس اليوم 8 يوليو سنة 2000، وعمل ارقام قياسية في المبيعات. ده بيقول لك في اليوم الاول بس اتباع تقريبا 373 الف نسخة. وفضلت رولينج تنشر اجزاء روايتها لحد ما وصلنا ل7 كتب. اخرها كان في 2007 باسم هاري بوتر ومقدسات الموت، عشان تتحول بعدها هاري بوتر من مجرد رواية لظاهرة ادبية في ادب الخيال العلمي الانجليزي، ويتحط هاري بوتر ضمن قائمة اكتر الكتب اللي اتباعت في التاريخ. وده مش من فراغ، ده عشان اتباع منه اكتر من 400 مليون نسخة على مستوى العالم. وفي 2007 رولينج اتكلمت عن مستقبل هاري بوتر وقالت انها بتخطط لكتابة موسوعة عن عالم سحر هاري بوتر، وده هياخد منها حوالي 10 سنين، وان اي مكاسب هتيجي هتروح للاعمال الخيرية، بس مش هتكتب جزء تامن. جوان ما اكتفتش بالكتب وبس، حقوق الروايات دي اتباعت لشركات الانتاج السينمائي عشان يتعمل منها سلسلة افلام تتحط هي كمان ضمن قائمة اعلى الافلام اللي عملت ايرادات في التاريخ، عشان بعدها توصل ثروة جوان لمليار دولار. فمثلا هتلاقي شركة وارنر براذرز اشترت حقوق تحويل كل اجزاء الرواية لافلام ما عدا الجزء السابع اللي اتعمل على فيلمين، وبكده المجموع بقى 7 كتب و8 افلام. ومن هنا اتكونت امبراطورية هاري بوتر الضخمة. الحاجة المشتركة بين كل الافلام دي ان الشركة المنتجة راعت قوي طلبات رولينج وتصوراتها وقت ما كانوا بيكتبوا العقد. تقدروا تقولوا كده ان طلباتها كانت اوامر، وكان شرط من شروطها الاساسية ان الافلام دي كلها على بعض كده تتصور في بريطانيا وبطقم ممثلين بريطانيين. وفعلا الشركة عملت كده، وطلبت كمان من شركة كوكاكولا بما انها الراعي الرسمي لافلامها انها تتبرع ب 18 مليون دولار امريكي للجمعيات الخيرية. رولينج كمان كانت بتتدخل في كتابة الافلام عشان تتأكد ان السيناريوهات مش هتتعارض مع الاجزاء اللي هتتنشر بعد كده، وكانت بتراجع كل سيناريو حتة حتة
رولينج الحقيقة ما اكتفتش بهاري بوتر وبس، وبدأت في 2012 تكتب للكبار لحد ما وصل عدد كتابها 5 كتب، وكمان كتبت روايات في أدب الجريمة بس نشرتها باسم روبرت جالبرث كاسم مستعار. الرواية دي اسمها نداء الوقواق، وأعلنت إنها هتتبرع بكل عائداتها للصندوق الخيري للجيش. رولينج اتجوزت تاني من دكتور تخدير، والكلام ده كان في 26 ديسمبر سنة 2001، وبقت واحدة من أكتر الشخصيات تأثير ونفوذ، وتم اختيارها من محرري المجلات الرائدة كأكتر النساء تأثير في بريطانيا. بس الموضوع مش تأثير ونفوذ بس، ده غنى كمان. مبيعات كتابها المترجمة بكل لغات العالم بما فيها اللغة العربية عدت ال 500 مليون دولار، وفي المملكة المتحدة بتعتبر هي رقم 1 في الكتاب اللي لسه عايشين واللي كتابهم لسه بتتباع، وده عشان مبيعات الكتب بتاعتها عدت 238 مليون جنيه استرليني، ومكاسبها السنوية قدرتها فوربس ب 100 مليون دولار، وبتعتبر دلوقتي هي الكاتبة صاحبة أعلى أجر في العالم، لدرجة إن مجلة فوربس في 2004 قالت إن ثروتها عدت المليار دولار، وبكده تبقى أول مليارديرة في العالم من الكاتبات. يعني بالبلدي كده أول مليارديرة تحقق ثروة من الكتابة بس، وده طبعا في حد ذاته ظاهرة تستحق الدراسة. ما هو معروف إن الكتابة ما بتأكلش عيش قوي يعني، وإن أكلت ما توصلش للملايين دي كلها. رولينج مع غناها ده كله ما نسيتش العمل الخيري، خصوصا انها اصلا جايه من ظروف صعبه جدا، فكانت بتتبرع بمعظم ايراداتها. فنلاقيها مثلا اسست صندوق بيوظف ميزانيته السنويه اللي هي 1.5 مليون جنيه استرليني لمحاربه الفقر. رولينج كمان مولت جمعيات خيريه كتير، منها جمعيه التصلب المتعدد في بريطانيا العظمى، وساهمت في ابحاث تخص المرض ده. ما هو ده المرض اللي امها كانت بتعاني منه وقلت لكم عليه في اول الحلقه. وما اكتفتش بكده وبس، في 2006 ساهمت بمبلغ كبير عشان تنشئ مركز لعلاج المرض ده اللي بعد كده اتسمى بعيادة آن رولينج، وفي 2010 اتبرعت ب10 مليون جنيه استرليني للمركز في اسكتلندا. والغريب ان البلد دي بتعاني لأسباب مجهولة من أعلى معدلات التصلب المتعدد في العالم، ده غير انها أسست جمعية خيرية خاصة بيها وسمتها لوموس، والجمعية دي معروف انها بتقدم رعاية اجتماعية ودعم أسر ورعاية أطفال. الأعمال الخيرية دي كلها اللي قدمتها رولينج كانت على سبيل المثال مش الحصر. وبما اننا بنتكلم عن كاتبة كبيرة زي جوان، ما نقدرش ما نتكلمش عن علاقتها بالصحافة. والغريب ان رولينج وصفت علاقتها بالصحافة انها علاقة عصيبة، وهي نفسها بتعترف انها بتتضايق بسرعة جدا، لدرجة ان على 2011 كده كانت خدت اكتر من 50 اجراء ضد الصحافة، منها شكاوي تخص ان المصورين بيصوروها هي وولادها من غير ما ياخدوا اذنها، ومنها اللي اكتر من كده ان وصل الحال بالصحفيين ان هم يخيموا قدام بيتها، وده اضطرها انها تعذب من كتر تدخل الصحافه في شؤونها. ولو اتكلمنا بقى على التكريمات اللي خدتها جوان عايزين حلقه كامله، بس هنقول منها كام تكريم كده على السريع. جوان خدت رتبة الإمبراطورية البريطانية وزمالة الجمعية الملكية للأدب ووسام رفقاء الشرف ولقب ديم، واللي ما يعرفش اللقب ده هو عبارة عن لقب بتديه ملكة بريطانيا ومعناه السيدة النبيلة أو الفارسة. وخدت كمان درجات شرفية من جامعة إكستر وجامعة هارفارد، وكمان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منحها وسام جوقة الشرف سنة 2009. ومع كل التكريمات دي بعض المتدينين بدأوا ينتقدوها وقالوا إن كتبها على حد كلامهم بتروج للسحر، وردت رولينج وقالت إنها بتؤمن بالله مش بالسحر. في النهاية عايزة أقول إن الحياة الشخصية لما بتفشل ده ممكن يخلينا نشوف نفسنا أصلا فشلة، حتى لو العيب في الظروف وإحنا ملناش ذنب. بس لو ركزنا هنلاقي إن الفشل ده هو اللي بيحررنا من خوفنا من الفشل. ما خلاص اللي حصل حصل ولسه عايشين ومكملين، يبقى لازم نوجه طاقتنا كلها ونركز على الحاجة اللي نقدر ننجح فيها ونلاقي فيها نفسنا، ونحمد ربنا كمان على الفشل ده، عشان يمكن لو كنا ناجحين في حياتنا الشخصية ما كانش هيبقى عندنا الإرادة والتصميم إننا ننجح في حاجة تانية. بس ده كله هيحصل لما ندور في النعم اللي حوالينا، وأكيد هنلاقي بداية جديدة. وبكده خلصت حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة وسر جديد من سر الحكاية.